حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لاول مره تشوفوني ما تنسوش اللايك والشير والكومنت، واللي محتاج قراءه خاصه بيتواصل معايا على رقم الواتساب الموجود قدامكم على الفيديو. هنعمل مع بعض النهارده قراءه، هنشوف هل العلاقه ما بينك وما بين حبيبك هترجع تاني وتستقر تاني، هل هياخد لك خطوه يقرب منك ولا يعني هيفضل الوضع كما هو. بسم الله. طيب، شايفه ان الشخص ده عايزك ترجع له اكتر ما انت عايزه يرجع لك، تمام؟ لكن ما بينه وما بين نفسه اوقات كتيرة قوي بيقنع نفسه ان العلاقة انتهت. آم، شايفة ان هو يعني زي ما يكون بيضحك على نفسه، تمام؟ او بيضحك كمان على اللي حواليه، لانه كمان بيحاول يبين للي حواليه ان العلاقة انتهت. شايفة كمان ان هو بيتكلم مع حد قريب منه عنك او عن العلاقة او عن اللي حصل ما بينك وما بينه اثناء العلاقة. هو ما بينه وما بين نفسه عنده شغف، عنده حب، ولكن بيحاول يحسس اللي حواليه ان انا خلاص العلاقة انتهت بالنسبة لي، ان هو مش فارق لي، ان ما عنديش مشكلة، ان هو قفل الصفحة، ان هو بيبتدي صفحة جديدة ما بينه وما بين نفسه. لان هو من الشخصيات اللي اهم حاجة عنده شكله قدام الناس، دي اهم حاجة، اهم حاجة شكله. انما يعني مفيش حد يشوفه في شكل وحش، تمام؟ عايز طول الوقت يبان قوي. آه بيهمه نظرات قوي الناس اللي حواليه. آه هو شايف ان ما ينفعش يضعف في الحب، ما ينفعش ان هو يبين نقط ضعفه. انت ما بينك وما بين نفسك انت عارفه وعارف طبيعته، وعارف ان هو حتى لو بيموت، حتى لو محروق من جواه، بيداري وبيخبي، وده مخليك دلوقتي بتحاول ان انت تعيش حياتك، لان انت عارف ان هو شخص صعب. وصعب ان هو يعترف بضعفه ويبين احتياجه ليك وللعلاقة. هو بالنسبة لك كتاب مفتوح، انت فاهم كل حاجة وعارف كل حاجة. الشخص ده كمان ممكن يكون جات عليه اوقات حاول ان هو يقنعك انت شخصيا ان هو خلاص، ان انت مش فارق له، او ان انت مش فارق معاه، او ان ما عندوش او ان انت ولا حاجة بالنسبة له، تمام؟ هو ما بينه وما بين نفسه بيحاول يعمل اي حاجة عشان ينسى العلاقة، تمام؟ آه، وكمان ما بينه وما بين نفسه مش عايز ياخد خطوة، مش عايز ياخد خطوة. انت يعني انت بقى يعني انت ما بينك وما بين نفسك شايف ان العلاقة انتهت زي ما هو شايف ان العلاقة انتهت، تمام؟ هو خلي بالك عنده مشكلة، هو لو غلط انت لازم انت اللي يعني لازم انت اللي تصلح، لازم انت اللي تسعى، لازم انت اللي تجتهد ناحية العلاقة. هو مش عايز يشوف نفسه غلطان، مش عايز يطلع قدام نفسه ظالم ولا عنده مشكلة. علشان يعني ما بينه وما بين نفسه خايف ان هو مثلا ايه، آه يعني خايف ان ضميره او قلبه يأنبه على ظلمه ليك او على اللي عمله معاك، تمام؟ هو مش عايز يعترف، وانت بتحاول ان انت تعيش حياتك. آه بتحاول قدر الامكان بقى ان انت تبص لنفسك، تبص لحياتك وكأن ولا حاجة حصلت. عايز تاخد خطوة، عايز تعمل حاجة لنفسك. وما بينك وما بين نفسك بتقول هو عايز ياخد خطوة، تمام، مش عايز ياخد خلاص براحته، لان هو السبب في اللي حصل، هو السبب في المشاكل، هو السبب في بوظان العلاقة. شايفة ان كان في وعود ما بينك وما بينه وهو ما التزمش بالوعود دي، وده صدمك فيه ووجعك وأثر على نفسيتك. اوقات كتير جدا بتقعد ما بينك وما بين نفسك بتتكلم، بتقول طب هو انت ليه وعدتني وانت مش هتعمل حاجة؟ ليه قربت مني وانت مش هتاخد موقف؟ وانت مش هتعمل لي حاجة؟ ليه قلت لي هعمل لك كذا وكذا وكذا وانت مش هتعمل لي حاجة؟ ليه وعدتني وخليت بيا؟ تمام. الشخص ده انت كنت بتحس باوقات كتير جدا وانت قاعد معاه ان الشخص ده لابس ماسك، تمام؟ ودي حاجة وجعتك وحاجة اثرت عليك و... وما حسستكش ان انت ليك مكان، يعني مكان في قلبه او مكان في حياته، تمام؟
فدلوقتي انت ابتديت ان انت تحب نفسك، ابتديت ان انت تشتغل على نفسك، مش عايز حد يستغلك، مش عايز حد يستغل طيبتك ولا حبك ولا ان انت بتسامح ولا ان انت بتيجي على نفسك. تمام. طيب طيب الشخص ده عامل قوي شوية، ولكن بيدور طول الوقت انت مبسوط من غيره ولا لا، عايش حياتك ولا لا. الشخص ده ضعيف جدا من ناحيتك. تمام. الشخص ده بيتعذب جدا بس مش عايز يبين، هو غامض قوي معاك، مش عايز يبين لك حاجة ومش عايز يحسسك بحاجة. تمام. بيراقبك وبيراقب تصرفاتك وبيراقب خطواتك وكل حاجة انت بتعملها هو متتبعها، هو عينه عليها، هو يعني مركز معاك قوي قوي قوي. تمام. هو ما بينه وما بين نفسه متوقع ان انت ترجع له وان انت تدور عليه وان انت تعمل على اصلاح العلاقه، لان زي ما قلت لك هو شايف ان هو حتى لو هو اللي غلطان، انت اللي عليك ان انت تصلح، انت اللي تعمل حاجه، انت اللي تاخد خطوات. انا شايفه ان ممكن يعني الموقف اللي انت فيه دلوقتي ده ممكن يكون اتكرر قبل كده وانت اخدت له خطوه. تمام. او انت اللي اتواصلت او انت اللي قربت وابتديت تتراجع يعني انت اخدت له خطوه والموضوع حصل تاني، يعني ممكن يكون كذا مرة انت يعني سبتوا بعض وبعدتوا عن بعض وانت خدت له خطوة، فده مقويه، ده مقويه او مجمد قلبه. تمام. لكن انت ما بينك وما بين نفسك خلاص ابتديت تحس ان انت بتظلم نفسك، وابتديت تحس ان انتظارك ليه ده مش عدل، ان انت كده بتيجي على نفسك. انت حاسس ان هو في الوقت اللي انتوا كنتوا قريبين فيه من بعض هو كان بيعند معاك في حاجات كتيرة جدا. تمام. ف برضو هو اوقات كتير جدا بيحس ان انت او بيخاف من، عشان كده هو بيراقبك ان انت تكون دخلت في علاقة تانية او ان انت مش عايز ترجع او دخلت في علاقة عاطفية مع حد تاني او مع شخص تاني. تمام. الشخص ده غامض جدا بالنسبة لك. انت عايز تفهمه، عايز تقرب منه، عايز تفهمه او عايز تديله درس ان مش وقت لما انت تحب تبقى عايز ترجع هترجع. هتلاقيني ان انا قاعد ومستنيك. لا، انت عايز تخوف وعايز تقلق وعايز تقول له لا انا مش متاح على طول. بس هو عموما بيدور عليك، عايزك ترجع، عايز العلاقة حتى لو ما بيبينش ده، حتى لو بيضحك على نفسه، حتى لو بيضحك على اللي حواليه، حتى لو انت شايف ان هو مش عايزك خلاص. دي حاجة هو بيعملها كده خدعة، بيضحك على نفسه وعلى اللي حواليه، لان هو طول الوقت بيحاول يفهمهم زي ما قلت لكم ان هو مش عايزك وان العلاقة خلاص انتهت، وعايز يظهر قوته وعايز يظهر ان هو تمام. انت كمان ممكن تكون في اوقات كتير جدا بتحاول ان انت تعيش حياتك تشوف نفسك، ولكن في مشاعر لسه موجودة، ولكن مشاعر مش زي زمان، مشاعر اكيد متأثرة. تمام. ولكن لسه في مشاعر. تمام. طيب شايفة بقى ان الشخص ده من الشخصيات اللي ما بيحبش الهزيمة. تمام. يعني حتى لو انت مش عايزه، حتى لو انت بتبتدي تشوف حياتك، حتى لو انت هتدور على نفسك، حتى لو انت هتبتدي تركز مع نفسك، هو هيحاول معاك كتير، هيحاول معاك كتير قوي. تمام. حتى لو انت بتصده، حتى لو انت بتصدر له كده الوش الخشب زي ما بيقولوا، حتى لو انت مش مديله وش، لا هو هيفضل يسعى علشان خاطر يوصل لك، لان زي ما قلت لك انت بالنسبه له ممكن تكون نوع من انواع التحدي، وهو مش عايز ان هو يتهزم او مش عايز ان هو يبان ان هو ضعيف. تمام. فهيحاول ان هو يوصل لك بشتى الطرق. طيب حبايبي، دي كانت قراءتنا النهارده، اتمنى يا رب انها تكون عجبتكم. يا ريت لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش في لايك وشير وكومنت، وباي باي.